ما كنتش عايزاه يعمل كده والله، كنت بس عايزاه يوقفها عند حدها. بعد اللي حصل حماتي جاتلي وهي وشها أحمر من الغضب، قالت لي انت كده بتوقعي بين الإخوات، كان لازم جيتيلي أنا، الرجالة ما تتدخلش في أمور الحريم دي. قلت لها والدموع في عيني، ما أنا جيتلك يا ماما، ندهتي عليها ومرضتش تنزل. ردت حماتي ربنا يهديكي يا بنتي. ومن ساعتها البيت كله مقاطعني، كل اللي في البيت ما عدا جوزي بقوا بيبصولي بنظرات كلها لوم وعتاب. البيت اللي كان بيتي بقى مكان غريب عليا. دلوقتي أنا محبوسة في أوضتي، مش عارفة أعمل إيه. عايزة الأمور ترجع زي الأول، عايزة بيتي يرجع دافي ومريح، عايزة الناس اللي بحبها ترجع تكلمني. بس إزاي ألم الموضوع ده؟ هل في طريق للرجوع؟ تفتكروا مين الغلطان في القصة دي؟ وهل الكرامة أهم من لمة العيلة؟ شاركونا رأيكم وتجاربكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان تشوفوا قصصنا اللي بتلمس قلوبكم.